ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ فيديو جديد بكل حماس ونشاط، ويا رب الفيديو يتصور على خير علشان في واحد تحت الشباك شغال بمكنه لحام. هو ده تمام، هو تقريبا مستقصدني كل ما بصور. لا مش الشغله دي بقى، هو تقريبا مستقصدني كل ما اجي اصور يروح جاي شغال وعامل دوشه ومش عارف اصور اي حاجه. المهم ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو ده وتبعت الفيديو لكل اصحابك علشان عيله ادهم تكبر اكتر واكتر. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، مش معقول نكون نص مليون على تيك توك وهنا ما عندناش اي حاجه، والله العظيم عيب. لو فاكرين الفيديو اللي فات فانتوا فاكرين الراك ده، وقلنا لكم ان في حاجه هنا، هي دي الكتكوته بتاعتنا. انا عارف ان انت متوقع تنانين وبتاع وحاجات كبيره، بس كمل الفيديو عشان تفهم انا بقول لك كده ليه. التنانين مش بتتولد كبيره، طبعا بتمر بمراحل طفوله، ودي الطفله بتاعتنا. عاوزكم ترحبوا باستريد. استريد هي بيبي دراجون، يعني تنين لسه صغير من نوع ورل المانجروف. بصوا ما شاء الله، بتعشق حاجه اسمها ميه ورطوبه. استريد بتعشق الاكل جدا، فخلينا نمسك لها دوده زي كده نحطها هنا، هي تطلع تاكل على طول. ما شاء الله. طول عمري حظي بيقع في حيوانات مصلحجيه، بص تطلع من الراك بس علشان تاكل ترجع تاني. ما شاء الله. لما نيجي بقى ايه نقرب نمسكها كده، بتدور على اي اكل في ايدي بتفتشني كده بتقولي فين الاكل يابا. اجي العب معاها بقى اللي هو ايه، لا متلمسنيش. السهولة اوي. تدخل تاني تقف طبق المية، تحب اللطلطة بنت الجزمة. زي ما قلت لك بقى ان ده بيبي دراجون، لان الورلات هي حرفيا احفاد التنانين، او هي الديناصورات اللي عايشة معانا في هذا العصر. الورلات هي من فصيلة السحالي، ولكن سحالي بتكون عملاقة شوية وحجمها فظيع. يعني الصغنونة دي لما تكبر هيكون طولها مترين تقريبا، كأنها ديناصور حرفيا. انت متخيل يعني ايه يبقى عندك سحلية بالحجم اللي انت شايفه ده؟ فطبعا انت لو ما عندكش الخبرة الكافية لترويض كائن بكل الأسلحة دي فانت هيتعامل معاك الصح. يعني ده كائن مجهز بضوافر زي السكاكين حرفيا زي ما انت شايف، وديل زي الكرباج هيجلدك بيه حرفيا، ممكن يسبب لك كسور وممكن يسبب لك جروح خطيرة، وفك قوي جدا مع أسنان وبكتيريا ضارة في لعابه. فانت لازم تبقى عارف ازاي تتحكم في سلوك التنين اللي انت مربيه ده. استريد لسه صغيرة وكنت جايبها وهي اصغر من كده كمان. دايما باخد بالي من تصرفاتي معاها علشان تطلع سلوكها كويس لما تكبر وما يواجهنيش معاها اي مشاكل، لان اي غلطة في سلوك الكائن ده لما يكبر اكيد انت فاهم دلوقتي المشاكل هتكون عاملة ازاي. معروف بقى عن الورلات ان هي شرسة جدا، واللقطة اللي هتيجي دلوقتي دي لو قلبك ضعيف ما تشوفهاش. فور لسه صغير، هي بتعشق الفيران زي ما انت شايف. ارميهولها جوه، قرب منها هنجيبه. اوه اهي، حرفيا كائن مفترس جبار. خلاص موتت الفار وهتبدأ تبلعه. خليها تخش الراك بيه، خلاص ماشي تتجول بيه وهتبلعه على بق واحد. واحلى حاجة ان هي مش بتقطعه لان الانسان مش ناقص قرف بصراحة. بس عايزك بقى تشوف وهي بتبلع، ما شاء الله عليها. خلاص بلعت، فاضل الديل بس هو اللي مضايقها في الاخر، بس خلاص يعني هتبلعه. واقول لك سر بسيط عني، انا اكتر زاحف بحبه وحرفيا ما بقدرش اقاومه هي الورلات. اكتر زاحف بحبه هو الطب حرفيا في الزواحف، مفيش بعد كده. ده بقى نتكلم عن التربيه، خصوصا ورل المانجروف اللي هو المانجروف مونيتور، اللي هو النوع ده. النوع ده من الورلات المائيه اللي بتحتاج دايما ميه تعوم فيها وترطب على جسمها فيها، لانها بتعيش في بيئه رطبه جدا وفي نفس الوقت حر جدا. هي فاكراني دلوقتي معايا اكل وريحه ايدي زمانها فران ما كنت ماسك الفران.
ودي حاجه لازم تاخد بالك منها لما تتعامل مع ورل. ما يبقاش ريحتك اكل، انها ممكن زي ما انت شايف تفكر ايدك فيها اكل، ممكن تهجم عليك فاكره ان ايدك هي الاكل. فلازم نفرق ما بين الايد وما بين الحاجه اللي بنقدم بيها الاكل. زي ما انتم شايفين لازم رطوبه عاليه جدا، في نفس الوقت حراره عاليه جدا، بيعيش في درجه حراره ممكن توصل ل 40، في نفس الوقت الرطوبه بتكسر ال 70 وال 80% وبتوصل تقريبا لحد 90% كمان. هو ورل يعني زي ما بتقول كده بيئه استوائيه قوي، في نفس الوقت بيحب يتسلق وبيحب يدفن نفسه، فانت لازم تعمل له بيئه كده غابات حرفيا، يتسلق ويدفن نفسه وينزل الميه ويطلع، رطوبه بره والميه طبق الميه دايما مليان. نقفل عليها كفايه كده زي الفل، تقعد بقى ايه تاخد حراره عشان تهضم الوليمه دي. موضوع سهل قوي كتوفير المكان، ولكن صعب جدا في التعامل. وده بقى يا باشا اللي بيفرق هاوي الزواحف اللي بجد والناس اللي غاويه شو ومنظره. لان لو حد غاوي شو ومنظره مش هيقدر يعتني بكائن زي ده ويفضل صابر معاه من وهو لسه قد السحليه الصغيره لحد ما يكبر ويكون عملاق. ده اللي بيبين الفرق. علشان ناس كتير قالت لي يا ادهم اتكلم عن تربيه الورلات، فيا جماعه ما تربوش ورلات، خصوصا الورل الصحراوي بتاعنا بجد بجد مش مناسب للمبتدئين. هو انت تحسه هادي ولكنه مش هادي، هو سلوكه غريب جدا وسلوكه مش اي حد يفهمه وصعب تفهمه وصعب تتعامل معاه، فلا لتربيه الورلات. طبعا الورل النيلي لا غنى عن التعريف، ده ابن جزمه، ده من اخطر الورلات في العالم ان ما كانش اخطرهم اصلا، ولا يصلح للمبتدئين نهائيا. لو انت عاوز تربي ورلات ويبقى معاك سحليه ضخمه وعملاقه لازم تبقى عارف ان انت هتستحمل كتير قوي وهتستحمل بلاوي وهيبقى عندك صبر كبير. ولما تنوي ما تنويش بحاجه مصريه، ممكن تستنى لما الايشن واتر موتور ينزل مثلا او حاجه، وده مش عارف بصراحه دنيته ايه، ولازم يكون كابتيف بريد ما يبقاش وايلد كوت عشان في مشاكل كتير قوي في الحوار ده. وقبل ما تفكر ان انت خلاص انا هربي ورل تكون متمكن كويس قوي من تربيه السحالي عموما. جرب بقى ام الحيات، جرب اجامات، جرب دفانات، اوكي، المهم تجرب في سحالي كتير عشان تبقى خلاص عرفت تربيه السحالي دي عامله ازاي، فلما تجيب ورل تبقى تخطيت حاجات كتير وتبدا بقى ايه تركز مع السلوكيات. دي شغلها الشاغل، تحاول تطلع من فتحة التهوية وتتسلق وتنزل تقعد في المية وتدفن نفسها تاني، يا اما تاكل. هي دي حياتها. طبعا هي بتحتاج مساحة واسعة زي ما انتم شايفين. لما تكبر عن كده هضطر اوسع المساحة دي. اللي لسه مش عامل حسابه بقى ان هي لما توصل للحجم البالغ بتاعها دي هحطها فين. حرفيا هتحتاج حاجة كبيرة جدا، ممكن تحتاج راك 3-4 متر. فانت متخيل انت محتاج مساحه قد ايه عشان تربي ورل؟ فلو انت مش مستعد لده ما تربيش. في ناس بتقول ان ادهم بيحبطنا وبتاع، بس صدقني انا بقول لك الحقيقه، ما بحبش اخدعك. كده فيديو النهارده يكون خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتبعته لكل اصحابك وتقول لهم انا عاوز اربي تنين. ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه دلوقتي، عاوزين نوصل لعدد كبير جدا من عيله ادهم. احنا نص مليون على تيك توك، فهنا لازم نجيب النص مليون كمان ونجيب المليون كمان. خلي طموحنا ايه دايما فوق.